السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعانا الفيديو اليومي اخر قرارات تصريحات وزير التربية والتعليم واخر اخبار التعليم على مدار اليوم او على مدار ال 24 ساعة. اتمنى الفيديو ده بتعب فيه تحطوا اللايك على قد تعبي، بجمع لكم كل الاحداث اللي ظاهره لكم واللي مخفيه والاشاعات، كل شيء بقوله لكم في الفيديو ده. تعالوا اول حاجه مهمه، اي طالب في ثانوي يمنشن لصاحبه، مش هتمنشن فين بقى؟ ده انت على اليوتيوب. طيب اي طالب يبعت الفيديو لصاحبه او يقول له اللي فيه، عشان ما تقولوش عشان مش عارفه ايه. تمام يلا بينا على تفاصيل الفيديو. امتحانات نص السنه، الكلام دوت على فكره اللي قايله استاذ احمد حافظ عشان تبقوا فاهمين. معلومات تعليميه لطلاب الثانويه العامه. لو المدارس اتعاملت في الغياب رسمي زي الوزاره ما بتقول، وتحديدا في الثانويه العامه، فالطالب اللي هيتجاوز نسبه الغياب هيتحول منازل. تمام، دي لو المدارس اتعاملت رسمي. طب لو اتحول منازل هيكون ملزم يرجع التابلت للمدرسه بنفس حالته اللي اتحول عليه، اللي هو اللي استلم بيها. تمام، يعني لا مكسور ولا مخدوش ولا شاشته فيها حاجه ولا عطلان ولا بطاريته بايظه ولا من غير شاحن، والطالب هيصلحه على حسابه قبل ما يسلمه. يعني حافظ على التابلت بتاعك، قبليها حافظ على غيابك. الطالب اللي هيتحول منازل هيمتحن ورقي، طبعا بتكلم عن اولى وتانية ثانوي. تمام، بس السنه الجايه من حقه انه يرجع تاني نظامي. تمام، ويستلم التابلت عادي كطالب نظامي. طيب ادخل كل فترة بقى انت تعمل ايه؟ تبص على غيابك، شوف اتفصلت ولا تسجل لك كام يوم غياب. ده بيكون من على موقع الوزارة، عشان ممكن تتفاجئ انك خلاص على وشك ايه الفصل، او بتغيب. لو انت بتغيب بانتظام، يعني بتغيب ورا بعض. انصحك بلاش، لان لو في مدرسة مش ملتزمة في تسجيل الغياب ممكن تكون مدرستك ملتزمة بالتسجيل عشان تنفذ تعليمات الوزارة. يعني معنى الكلام مش اللي هيطبق على الكل، هيطبق على طالب وطالب لا. تمام، الفيديو ده ممكن نقول برعاية اولى وتانية ثانوي بالاخص يعني. تمام، امتحانات نص السنة الاولى وتانية ثانوي تقريبا يعني نسخة طبق الاصل من امتحانات شهر اكتوبر، وكمان امتحانات نوفمبر اللي هي هتكون ان شاء الله الشهر الجاي. بس اللي هيحصل ان هي هتكون الكترونيه، فانت بتتدرب على طريقه الامتحان من دلوقتي. لازم تحضر الامتحان. امتحانات اولى وتانية ثانوي هتكون على مستوى الاداره التعليميه، مش على مستوى المحافظه، يعني لا مركزيه ولا على مستوى الجمهوريه، كلها الكتروني على منصه المدرسه بتاعتك انت بس. امتحانات تالتة ثانوي، هنيجي على تالتة ثانوي، ورقية بالكامل. 85% أسئلة اختيار من متعدد، 15% مقالي. السؤال المقالي إجابته في سطرين 3، مش ورقة كاملة ولا الكلام ده كله. نيجي بقى على الامتحانات الأوبن بوك. الأوبن بوك مش كتاب مدرسة، انتوا كده اوريدي ما بتستلموش كتاب مدرسة، ولكن كل طالب هيستلم مجلد مفاهيم مطبوع، ملخص للمادة، مفاهيم اللي انت هتحتاجها في الامتحان زي السنة اللي فاتت. وفي النهاية وقت الامتحان الطالب هيسلم المجلد ويرجع يستلمه تاني في المادة اللي بعديها. تمام، يعني مش هتطلع بيه. الوزارة هتعمل امتحانات تجريبية لتالتة ثانوي على شكل وطبيعة أسئلة امتحانات آخر السنة، ودي هتكون بداية الترم التاني يعني على شهر مارس، وهتكون نسخة من امتحانات آخر السنة. وأسئلة آخر السنة السؤال هيتحط بحيث يكون ليه إجابة واحدة فقط، ما يبقاش الأسئلة كلها شبه بعض. تمام ولا مش تمام؟ دي أهم حاجة. طيب الخبر التاني معايا، المدارس اللي عمالة تتقفل ويتوزع طلابها على مدارس تانية بحجة انها داخلة صيانة. ما تعمل لها صيانة ليه في فترة الأجازة الصيفية بدل حصة الطلبة دي؟ والمهم ان هم مطالبين بالغياب. لو مدرسة ابتدائي او اعدادي او اعدادي مخلصين امتحانات من شهر 5 اللي فات، يعني المدارس بدون طلبة 4 شهور. تمام، احنا داخلين في 10، 4 شهور مقفولة، ودلوقتي يفتكروا ان هم يعملوا لها صيانة والولاد تتبهدل. يعني حرام الاولاد بتدفع الثمن. وكمان عايزة اقول لكم في حاجة تانية كنت عايزة اقولها لكم بالنسبة لايه تاني. الفصل، انا قلت لكم كذا مرة ان الفصل
خلاص مش بتعمل عليه اعادة قيد. اعادة القيد للانذار عشان الناس اللي بيبعتولي. تمام، الكلام ده كله مش ثانوي بس، هو الجزء الاول كان بتاع ثانوي. تمام كده. كمان وزارة التعليم تبدأ أولى إجراءات تعيين شباب المعلمين من 35 سنة ل 45 في منصب مديرين للمدارس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. شرط الكفاءة والشخصية القيادية وامتلاك رؤية واقعية للتطوير، ودي خطوة ممتازة وربنا يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.